اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا يلا، مع اني بقى جاي ويل مارت اجيب صابون الغسيل او صابون للهدوم، او زي ما بيسموه هنجيب صابون يعني او مسحوق وكده. فجيت ويل مارت. تعالوا يلا هناخد جوله كده في الحاره او المكان بتاع المنظفات. هوريكم الاسعار الموجوده في ويل مارت. يعتبر من احسن الاسعار الموجوده هنا، غير اي مكان تاني بنجيب منه الطقطقين بصراحه. تعالوا يلا هناخد جوله جوه ويل مارت وهنشوف الاسعار عامله ازاي. بس تعالوا الاول هجيب كيس كده، نجيب طماطمتين الاول، مع ان عدينا على الخضار الاول، خضار وعلى الفاكهه، فقلت اجيب بالاول كده بالمره. افتكرت ان انا ما عنديش طماطم، قلنا نجيب طماطمتين كده. الطماطم عامله دولار 48 سنت، ده الباون يا جماعه مش الكيلو. بصوا حتى ما فيش كتير، بس مش مشكله، ناخد لنا كده على قد ما هنستعمل، بس واحدتين كده ولا حاجه. جبنا بقى الطماطم اهي. تعالوا يلا نشوف باقي الجولات بقى. كمان كيس شطه، الشطه دي حراقه جدا جدا، قلنا ناخد كيس كده منها. عايزوا ناخد حته موز كمان. بصوا الموز سعره الباون بنص دولار بس، يعني نص كيلو او الاقل شويه بنص دولار بس. كل ما اجي عند الموز افتكر امي الله يرحمها، الف رحمه ونور عليها. ويا سلام، اول مره اشوف المشمش هنا اهو. بصوا علبه المشمش دي عامله 4 دولار ونص، حلوه جدا جدا. اول مره اشوف المشمش موجود في ويل مارت. ناخد علبه برده كمان ولا حاجه. نجيب كمان تفاحتين كده في السريع، مش شرط يعني، هنا اللي عايز اي حاجه بياخدها، يعني ممكن هم 4 تفاحات هم، مش اكتر من كده. يعني اللي محتاج واحده 2 3، هي دي الميزه اللي هنا بصراحه. سعر بقى باون التفاح بكام؟ تعالوا ما نشوف كده. دولار 86 سنت. اسعار ويل مارت حلوه قوي قوي، ارحم بصراحه بكتير بكتير من اسعار الهايلاند تاون واماكن كتير بامانه. يعني لما جيت اقارن الاسعار ارخص بكتير جدا جدا. بصوا الفراوله بقى الموسم بتاعها، بس ترخص شويه، ناخد بقى ونعين في الفريزر ونعمل حاجات كتير وكده. خدنا واحده فراوله كمان اهي. وكفايه بقى جبنا الحاجات اللي هي فاكهه كده وحاجات بسيطه بقى، يعني تمشينا ولا حاجه. تعالوا يلا بينا عشان نروح عند حاره المنظفات. بصوا بقى كده، ويل مارت بجد حلوه قوي قوي، واسعاره جميله ومميزه في حاجات كتير. لما جيت اقارن بين الاسعار وبعضها، كانت رفعت ايام، يعني كان البيض رفع وكل حاجه رفعت، وما زالت والله الحاجه رفع، بس هو ارحم بكتير واحن من اي مكان تاني. بجد بجد اسعاره حلوه كتير عن الاماكن التانية. اسعاره حنينه بقى. بيبيع قطاعي، مش جمله ولا حاجه زي ما بنقول في مصر وكده. بصوا بقى حرات كده متقسمه. تعالوا يلا عشان نروح عند الحاره بتاعه المسحوق. بصوا بقى اول حاجه كده، دي حاجات كده حاطين هي جايين كده، ده كده نوع من المسحوق، سعره 9 دولار 97، يعني سعره 10 دولار من بصوا النوع ده حلو قوي قوي. انا بجيبه بمسح بيه الارضيات بصراحه. كل الازازه ديت بصوا سعرها كام؟ 9.97، يعني هنقول 10 دولار. كان بقى بصوا عامله 5، هنقول مثلا 5 لتر. هي 5 لتر، حلوه جدا جدا، من الحاجات اللي انا بامانه ما بقطعهاش من عندي، بحبها جدا جدا. امسح بها الارضيات وكده، بتخلي ريحه الشقه والحمام والمطبخ حلوه قوي قوي. يا بنات هاتوا النوع ده، حلو جدا جدا. وادي ده كمان نوع هو كمان بالليمون. بصوا حلو برضو نفس السعر. يعني هما دول النوعين الموجودين من الحاجات بتاعت مسحوق الارضيات. وادي جيركن كمان اهوت، او العبوه دي او الجالون ده بتاع صابون. انا برضو بجيبه سعره 17 دولار، على مثلا هو غالي 2 دولار، انا كنت بجيبه ب 14. وممكن يكون ده الحجم الكبير اكبر شويه ولا حاجه. حلو برضو النوع ده، انا بجيبه بغسل بيه الهدوم، حلو جدا جدا. 9 لتر ونص، 9 لتر 22، 9 و22، يعني هنقول مثلا 9 لتر وربع. حلو جدا جدا النوع ده برضو انا بجيبه. بس بفضل ساعات اجيب منه واجيب بقى الطايت في اوقات تانية، يعني ان انا انعنش الهدوم وكده. كمان اهو سعره 12.97. ده طبعا مش بودر ولا جل، نعمل زي المكعبات كده بيتحط جوه الغساله. انا بصراحه عمري ما جبتوش، في منه انواع كتير اهوت. طبعا في الجل برضو الطيب الاحمر ده او اللون اورانج ده،
انا بحب الاصفر، انا بحب الطايد اللي هو الجيركن بتاعه او العبوه بتاعتها لونها صفرة. عامل $19 على ما اعتقد، لا عامل $12 97 سنت، ده سعر العبوه ديت. اما الكبيره اللي زي دي عامله $15، يعني هنقول عامله $16 العبوه الطاي دي. في بقى كمان الابيض ده، بصوا بقى ساعات بيبقوا 4 حاجات مع بعض، كمان عليه عرض بجميع جراكنه والوانه. هو نفس الثمن، بس بقى الريحه اللي انت حباها بتجيبيها. ممكن تلاقي نوع مضاف عليه اوكسي اكتر، ما في نوع تلاقيه مثلا طايد صافي. صراحه انا بحب برضو الجيركن اللي لونه اصفر. في برضو برسيل جل اهوت، بس ثمنه عامة عامل $14 معقول، بس والله حلو، تمنه حلو جدا جدا. العبوة بتاعته جميلة، 4 لتر ونص، 5 لتر الا ربع بمعنى أصح. بصوا بقى أنواع كتير وحاجات، يعني كل واحد على حسب ما بيحب يستعمل. ده برضو ادي الطيب ده اللي انا بحبه، بس ما بحبش اللي عليه اوكسي، جبته ريحته ما بتكونش قويه. انا بحب اللي هو طيب، بس اللي هو زي ده شايفينه، بس محتاجه حد يجيبهولي من فوق. ده بصراحه النوع اللي انا بحبه، حلو قوي قوي. عامل حوالي $13. العبوه اللي هي بتبقى اقل دي بتبقى عامله 16، بس بصراحه حلوه جدا جدا. والريحه كده تفتحي الدولاب والغسيل بتلاقيها جميله قوي قوي. بصوا المنظفات ناقصه، مش عارفه ليه في والمارت النهارده جازفت اهوت وخدتها دي 3 لتر و78، بس حلوه بتبقى مركزه، مش شرط تحطي كتير منها، بس هي بتبقى فعاليتها اكتر. وبصوا بقى الرفوف دي انا بعشقها، احب اجي كده، مش بقول لكم بقى، مش هقول لكم بقى بعرف اقرا والكلام ده، لا 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 لا، بطلع بتاع الترجمه بترجم عليه. بصوا بعرف يعني معظم الحاجات بتاعتهم تحطي على اي بقعه او اي حاجه عندك. كنتوا عارفين بقى في اطفال بجد ادمان، وبالذات شاوت. بصوا من الحاجات اللي عايزه اقول لكم جميله جدا جدا في انها تطلع اي بقعه او اصعب بقعه، حتى الاقلام الجاف بجد جميله قوي قوي. سعر علبه الشاوت $3.97، هنقول $4. في بقى انواع تانية هي، بصوا كمان رسم لكم الشاي وهو واقع وكده. كل حاجه بقى ليها الحاجه بتاعتها، بس السعر برضو $4 اهوت. في برضو النوع ده، بس مش عارفه ده لايه، يعني اللي حابب بقى يترجم او يعرف، انا يعني مش هعرف اطلع الترجمه وانا مشغله الفيديو او الكاميرا وكده. ده برضو سعره عامل $5.48. انا هقول لكم على الحاجات اللي انا اعرفها واللي انا بجيبها بصراحه، اما باقي الحاجات انا بصورها لكم اهو. برضو النوع ده حلو قوي، بيطلع اي بقعه على الكنب، برضو حلوة جدا جدا. انا جبته واستعملته للعربية، طلع لي البقع والحاجات اللي كانت على الكراسي بتاعة العربية، حلو جدا جدا. بصراحة من الحاجات اللي جبتها وعجبتني. بصوا بقى حاجات للارضيات وحاجات للازاز ومعقمات كتير، حاجات بصراحة ياما. والعبوه الكبيره اللي انا وريتها لكم اللي بتيجي للارضيات، في منها عبوه صغيره هي للي مش حابب ياخد العبوه الكبيره، بتبقى ثمنها $1.14 سنت. حلوه قوي قوي العبوه دي، جميله. انا هاخدها، مش شرط اخد الكبيره لاني ما عنديش بصراحه، فانا هاخدها. وادي موجود برضو حاجات اهي منظفات زي مستر كلين، ثمنه $8.94 سنت. معطرات بقى للجو، بجد في حاجات هنا حلوه قوي. الثمن بتاعها هقول لكم دلوقتي، ثمنها هو ده $4.28 سنت. والله يا بلاش بجد، سبراي حلو جدا جدا. في بقى المناديل دي مناديل بتبقى معقمه كده، لو عايزه تمسحي على طول بيها الرخام او ازاز او اي حاجه عندك. وعامه الحمامات بالذات لو انت عايزه تعقميها وكده، حلوه جدا جدا. وبروايح اهيت بالليمون، حلوه وثمنها هو ده التمن بتاعها $5.97. انا لما بفصل كده ببقى بقارن بين الاسم ده والاسم ده علشان اعرف السعر. انا مش كل حاجه انا عارفاها، زي ما قلت لكم انا مش بعرف انجليزي كويس قوي وكده. برضو ادي اهوت مناديل كمان اهم، 3 علب مع بعض، تمنهم $7.27. حلو قوي قوي، وكل علبه بشكل بريحه مختلفة، يعني كل علبة بريحة مختلفة. وادي كمان برضو مناديل، بس عبارة عن ان هي كلوروكس اكن عليها كلور بالظبط،
تمنها برضو نفس التمن، $7. حلوة جدا جدا برضو، الاسعار دي جميلة. بتاخدي عبوات صغيرة بدل ما تاخدي العبوات الكبيرة وكده. برضو دي حاجات برضو بتجيبيها تمسحي بيها. ادي كلور خالص اهوت، او كلوريكس، يعني مش لازم نقول كلور، نقول كلوريكس وكده. والتمن بتاعه $4.78. حاجات كتير بقى اللي حابب يجي ياخد. بصوا حاره المنظفات كبيره جدا جدا. لو تنينا نمشي واحد. اللي انا لاحظته في الويل مارت ان اي اريال باودر بصراحه ناسفينه. يعني بصوا الورفوف دي بتاعت اريال الباودر يعتبر منسوف نسف كده، هو ده اللي قليل قوي قوي. والورفوف دي معظمها كان عليها اريال باودر. بقى اماكن الجوندات، الجوند ده عامل $74. دي بقى كده جوندات للمطبخ وللحمامات برضو للناس اللي بتعاني من الحساسيه. بتاعت السفنج ديت برضو 4 مع بعض، تمنهم $4.68. غاليين بصراحة. أنا بجيب المجموعة على بعضها فيها 20 واحدة، مش مكملة $2 من شيئين. هصور لكم فيديو بالحاجات اللي أنا جبتها من شيئين، رخيصة جدا جدا عن السلك أو الليف بتاع الصابون أو الحاجة اللي احنا بنغسل بيها المواعين. بجد دولت غاليين. أنا هوريكم الحاجات اللي أنا جبتها من شيئين، أسعارها حلوة جدا جدا. بص برضو فرش الحمامات $3.43 برضو كتير. موجودة على شيئين أرخص وأوفر بصراحة. بصوا برضو الفوط دي دولت كام فوطة بقى؟ 12 فوطة مع بعض كده، تمنهم $11.14. ليه يعني غاليين جدا مع اني قماشتهم حلوة، بس بصراحة غاليين قوي قوي. ليه يعني نشتريهم؟ حلوين قوي، ممكن نمسح بيهم العربيات بصراحة جميل. برضو في بنقول عليه ايه الشرشوبه وكده، تمنها $4.48. الحاجات دي يا جماعه كلها موجوده على شيئين، رخيصه جدا جدا، ارخص من وول مارت. انا بقول لكم بصراحه انا جربت حاجات كتير، واللي بجربه بقول لكم عليه. اللي السلك والحاجات دي بتاعه المواعين او السفنج بجد ارخص بكتير على شيئين. حرام لما نشتريه من هنا، ده انت ممكن تجيبي الواحده فيها القيمه اكتر من شيئين وارخص كمان. دي طبعا حاجات مبيدات كده للناموس وللصراصير وللفيران. بصوا حاجات كتير قوي قوي. الرد ده طبعا انا ما اقدرش استغنى عنه. مش عايزه اقول لكم ان هو حياتي ولا كل حياتي. انا دايما بعمله في الشقه لاني بخاف بصراحه من الصراصير، لاني الصراصير هنا حاجه يعني صعبه قوي قوي. لازم اكون برش دايما على طول عشان احافظ على نظافه الشقه بتاعتي. ما اقدرش استغنى عنه بصراحه. بصوا الثمن بتاعها $5.12. ولو خدتي تقريبا الاتنين مع بعض عاملين $9. يعني الاتنين على ما اعتقد اوفر، بس كفايه واحده بس اخدها، مش لازم اخد العرضين وكده. كل واحد على حسب استعماله. وما معكيش $10 هاخد واحده وخلاص، ما بتقعد عندي شويه برضو كتار. حاجات بقى كتير بقى. بصوا الشاوت برضو اهو. في برضو حاجات الصراصير دي زي اجهزه كده بتتحط برضو. حاجات كتير بقى، وفي لزق فران وحاجة عاملة زي المصيادة، ولا دي ايه مش عارفة، ممكن تكون عاملة زي المصيادة. حاجات كتير كده بقى موجودة جوه الحارة. حارة المنظفات في ويل مارت، واسعارهم حلوة جدا جدا ما عدا السفنج. انا مش مقتنعة بيه ابدا، اسعاره غالية، جبته من هنا كتير بس بصراحة الاسعار بتاعته غالية قوي قوي. كده خلاص خلصنا الجولة بتاعتنا في حارة المنظفات. استنوني فيديو جديد وجولة جديدة. اشوفكم على خير. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة لو انت اول مرة تشوفوني، واللي ما اشتركش في القناة وبيتابعني ينزل يعمل اشتراك. خلونا نكبر بيكم ومعاكم. شكرا ليكم وعلى دعمكم ليا، حبكم كتير جدا جدا جدا. اشوفكم على خير في فيديو تاني، ودمتم بخير. ما تنسوش دعوة حلوة من القلب. مع السلامة.